والله إلا عالم هاد الصحافة الجزائرية، أقسم بالله إلا عالم. قالت النهار الناهق، الناهق اللي كيكونوا فيها غير دوك اللي ودنيهم كبار، مع احترامي هذاك اللي ودنيه كبار أنني شبهته بهذا الإنسان الجزائري. قراو معايا الفوق مباشر. فين هاد البلاصة؟ كاتبين الرباط. تخيل معايا انهم كيمشيو برا على الرباط، كيمشيو للبلايص اللي فيهم الحجار والتراب باش كيديروا باش كيديروا استجواب. دخلوا للغابه باش يبان الضو ما كاينش والبنيه التحتيه ما كايناش والارض مخربه. دابا هما بلادهم خربوها، هما فرنسا خلاتها زوينه، خربها النظام. جايين هنا، تخيل معايا ما قادرش يدير استجواب وسط الرباط، كيصيفطوه واقيلا لديك الغابه ديال هواورا ولا هواره، في ديك الغابه قريب يوصل لها باش يدير استجواب، باش يبيت القالات على ان هذه هي الرباط وهكذا داير الرباط. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والله يعطيكم مرض على مرض، والله يعطيكم ربي فاش تلهوا وتبعدوا منا، كرهناكم وكرهنا منكم. توليو هاد الساعه هذه هاد الانتقادات اللي لا بكل صراحه لا محل للاعراب. طلب الخوت الوطنيين ديال بصح والفئه الصامته واللي هي الاكثر والاغلبيه، واحد الخطه خطيره خدامين عليها سواء الصحافه العربيه ولا المؤثرين العرب وبعض المؤثرين المغاربه وبعض الصحفيين المغاربه، باش انهم ياثروا سلبيا على المنتخب الوطني المغربي ويهبطوا من المعنويات ديالو. الصحافه الداخليه الاغلبيه كتهاجم وباغا تخلق البلبله من مصلحتها ان المغرب ما يدير والو فقط لتصفيه حسابات شخصيه. نتمنى انكم تتحدوا الوقت اللي العالم العربي وخونة الداخل كاملين كيتامروا على المنتخب الوطني المغربي. اما الركراكي غادي نشرشموه مزيان وربما نطالبوا بالرحيل ديالو الوقت اللي غادي يسالي الكان، فما تكونش نتايا ضحيه تصفيه حسابات شخصيه بيناتهم. الفيديو اللي خدام عليه دابا وغادي نطلقوا من هنا العشيه غادي نثبت فيه هادشي كامل بالصور وبالفيديوهات وبالاحصائيات. متفق معاك انا في هادشي كامل اللي قلتي. شتي هاد النسخه هادي ديال لاكوب دافريك نسخه مختلفه. علاش؟ هاد كاس افريقيا هذا وفي بلادنا عباد الله، في بلادنا هادشي ما كيجيش كل مره. سير عاوتاني فوقاش تجيك هاد اللحظه هادي، خاصنا نستغلو ديال بصح. لاعبين في ارضنا وقدام جماهيرنا، غنسيبورتيو المنتخب ديال بصح، غنشجعوا المنتخب وغنموتوا معاكم، وكون غنتا سيدي ومولاي وقد فمك قد دراعك ولعب الكره ديالك وخطيك من الجمهور. المغاربه كيموتوا على شي حاجات مثل المنتخب وكيسيبورتيو، معروفين في العالم كامل كيشجعوا. المغاربه كيشجعوا هادشي في الجينات ديالنا، في التركيبه ديالنا كنتزادوا في حال هكايا. وشوف خير مثال، شوف في قطر المغاربه اش كيديروا تبارك الله. شوف المغاربه اش كيديروا في قطر، في العالم كامل، في اي تظاهره فين ما كانت المغاربه واجدين حاضرين كيشجعوك واقفين معاك 90 دقيقه ما كيستسلموش. والحاجه اللي زوينه في المغاربه هو كيسيبورتي ما كيسب ما حتى شي حاجه. وكون غانت اخويا الكره عندك نتايا، راه عباد الله في التيران كنشوفهم انا راه عيالات كبار ما عارفين والو مساكن، كتلقاهم كيزغرتوا كيصلوا على النبي. وفي ديورنا كيما كبرنا راه والدينا كيكون لعب المنتخب راه كيكونوا ناصبين شي كوكوت ولا شي طاجين، راه شحال من واحد كينسى ماكلتو كتحرق، شحال من واحد كينسى الروبيني مطلوق على قبل المنتخب. وانت لعب كورتك وفوت عليك الجمهور، حنا معاك، سير الله يسر الامور. بالله الفيديو هذا بخصوص الصحافي التونسي اللي روحوا به من المغرب، واللي شفناه الناس الكل خرج في التلفزه التونسيه ويحكي على ظروف الصحافه وظروف التنقل وكذا، وردها معناتها بنيه تحتيه ما فهماش، وردها امكانيات ضعيفه، وردها تنظيم نتاعهم خايب وكذا. خويا نقول لك حاجه، انا كتونسيه والله اقسم بالله تستاهل ولد عم تستاهل. والمره الجايه التلفزه التونسيه الخاصه ولا العموميه، حتى احنا كان يجينا واحد لبلادنا ويعمل لنا كما هكاكا نطردوه على البلاصه. ما عندوش الحق يحكي هكاكا، ما عندوش الحق. الناس الكل والعالم الكل والصحافه العالميه الكل يعني تقول انه التنظيم في المغرب ما شاء الله تنظيم من اعلى طراز وبنيه تحتيه من اعلى طراز. تجي انت تبدا عامل روحك فاهم الدنيا وتبدا تهتل في الناس في ديارهم. انت مشيت للمغرب، مشيت لديارهم، مشيت لملاعبهم، مشيت يكون يحصل لك شرف انك حصلت ومشيت للتنظيم غادي. ما تبداش تسب في الناس في ديارهم، وما تبداش تتهم وتسيب في الرويق البارد نتاعك وتعمل في حاجات من راسك. انت ماشي باسم الدوله التونسيه، لازمك تحترم نفسك وتحترم الشعب التونسي وتحترم الدوله التونسيه. واضح؟ ولذا كل واحد يمشي يحضر من تونس
باسم الشعب التونسي وباسم الدوله التونسيه، راه يمثل كان نفسه. كي يبدا يعمل كيما هكا، كي يبدا يعمل في الفتنه ويعمل في المشاكل، يمثل كان نفسه. وعندهم الحق، عندهم الحق المغاربه كي يروحوا به احسن شيء. وانا نتمنى في تونس يتساءل امام المحاكم وامام القضاة ويتحاكم. مشيت باش تغطي تغطيه رياضيه في كاس افريقيا يا خويا، تحضر كما حضرت الناس وتحكي كان عندك ما تحكي، وكل كلمه باهيه، سينو تسكت. حتى انا غدوه كان يجي صحافي لتونس ويذم تونس اكيد باش نطردوه، اكيد باش نرحلوه، واضح. ولذا كل حد يحترم نفسه، وكل حد يعرف ايش خارج من فمه، واضح. مش اي واحد يجي يحكي باسم الشعب التونسي وباسم الدوله التونسيه ويعمل لنا شو احنا. ما الرويخ هذا معناش احنا في عهدنا الشيء هذا، في تاريخنا وفي سفرنا ما فماش الشيء هذا. احنا ناس نحترموا انفسنا وكيما تحترمنا الناس، ولا ما الرويخ تعودني كل مره يخرج لي واحد يعمل لنا فتنه، يعمل لنا مشكله.